هو 533,000 ينفع يدفعوا مقدم شقة في ظل الظروف الحالية؟ ينفع، وشقة في كومباوند كمان. تعال اقولك فين وبكام وازاي. امبارح عملت فيديو عن كومباوند جديد اسمه هوب لشركة معمار الأشراف. معمار الأشراف من الشركات القوية جدا واللي ليها اسم كبير في التجمع، والناس اللي ساكنة في التجمع عارفة الشركة دي كويس وعارفين ثبات عملها. النهاردة معانا شقة 121 متر، هوريكم التقسيمة بتاعتها دلوقتي ونكمل. تقسيمة لطيفة، شقة 121 متر، اوضتين للناس اللي بتبدأ حياتها، لعريس جديد لسه بيتجوز، حد بيشتري شقة لابنه. انا عارفة طبعا ان الاسعار بقت غالية جدا، بس هنقول ايه، دي الاسعار الحالية اللي موجودة واللي لازم نتماشى معاها، مش بمزاجنا يعني، كلنا زيكم على فكرة. طيب الشقة دي هي المقدم بتاعها 533 ألف جنيه، هتستلم بعد 3 سنين، هتدفع صيانة 8%. اللوكيشن بتاعنا هو على طريق السويس وعلى 90 الشمالي، قريب جدا من المراسم، في المربع الذهبي زي ما بيقولوا عليه. كومباوند كوزي، كومباوند 10 فدان، في كل بقى الفاسيلتيز والخدمات اللي بتكون موجوده في اي كومباوند. هو مش كبير يعني، عدد العمارات اللي فيه هم 10 بلوكات بس، مش اكتر من كده. لوكيشن المشروع حلو جدا. مساحة الشقة دي زي ما قلنا هي 121 متر، اوضتين نوم. مقدمك 533 ألف جنيه، القسط الشهري حوالي 57 ألف جنيه. مش هتدفعهم كل شهر طبعا، هتدفعهم كل 3 شهور. في عندي مساحات أصغر، في عندي مساحة 89 دي غرفة واحدة، وفي عندي مساحات أكبر. لأي تفاصيل عن المساحات، عن الأسعار، عن البيمنت بلان، أنا عندي بيمنت بلان 10% و7 سنين، وعندي واحدة تانية 15% و8 سنين. وزي ما قلنا عندنا أصغر مساحة 89 متر، دي بتكون غرفة نوم واحدة إلى ال3 غرف، وعندنا كمان دوبلكسات. فلو عايزين تفاصيل أكتر عن أي مساحة تانية كلموني أو ابعتولي رقمكم وأنا هكلمكم. شكرا لكم.